السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ ربيعه فرح. اليوم ان شاء الله غادي نديروا بريوات ديال الكاوكاو او الفول السوداني. غادي نحتاجوا فيهم ان شاء الله نصف كيلو ديال الكاوكاو. انا درت النوع الصغير، ممكن تستعملوا الكبير ولكن انا كنفضل هذا في الطعم، كيجي اقرب للوز. غادي نستعملوا 80 غرام ديال السكر ثقيل، 80 غرام كيبقى اختياري، ممكن تنقصوا اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف. عندي 80 غرام ديال الزبده، عندي الماء الزهر النوعيه الجيده، غادي ناخذ منه 2 معالق او 3 المعالق على حسب العقده. عندي معلقه ديال القرفه صغيره ومعلقه ديال المسكه الحره. اول حاجه غنديروها ان شاء الله بسم الله، غنديرو الكاوكاو باش نحمروه بالقشره ديالو، عاد غنزولوها ليه. انا غنديرو فوق البوطه، ممكن نتوما ديروه في الفرن، غير هو ما خصوش يتحمر بزاف، ما تخليوش يتحمر بزاف. انا غنديرو في البوطه. ها هو الكاوكاو ديالنا، درتو في المقله كنحمروه على عافيه مهيله، ما نجهدوش عليه العافيه باش يتحمر لنا على خاطرو. كنبقاو نقيسوه مره ضروري باش ما يتحرقش. ها هو البنات الكاوكاو ديالنا باقي سخون بعد ما حمرناه، كتشوفوا اللون ديالو. هانتوما كتحيدي القشره، دابا غنخليوه حتى يبرد مزيان، شحال ما برد غتحيدي لنا القشره بسهوله، وعاد غنرجعوا ان شاء الله باش نزولوا ليه القشره. ها هو الكاوكاو ديالنا بعد ما برد، دابا نبداو نحيدوا ليه القشره ديالو بهذه الطريقه هذه. ماشي مشكل اللي تحيدات لها القشره، نحيدو شحال ما قدينا نحيدو ديال القشره، واللي بقات ماشي مشكل كنخليوها. نديرو غير هكا تتحيد بسهوله كما كتشوفوا. هو شحال ما برد كتحيد لكم دغيا. دابا بعد ما قشرناه كما كتشوفوا، غادي نبداو نحيدوا ليه القشره بهذه الطريقه هذه. غنحاولوا نبداو نديروا ليه بحال هكا باش تحيد القشره. هذه الطريقه ديال والدينا وديال هانتوما كما كتشوفوا كتحيد شحال ما قدينا نحيدو، ماشي بالضروره تحيد كامله. صافي غنكملوا هكا حتى تحيد كامله، غادي نرجعوا ان شاء الله باش نطحنوا. دابا غناخذ الكاوكاو ديالي غنطحنو في الماكينه. بعد ما طحنا الكاوكاو ديالنا كما كتشوفوا، ها هو بهذا الشكل هذا تيطحن تيولي بحال هكا. غادي ناخذ المسكه الحره ديالي ونطحنها مع شويه ديال السكر، غنطحنها مع معلقه ديال السكر الثقيل. ها هي المسكه الحره ملي طحناها ونضيفوها مع السكر. وغنضيفوا القرفه، خلطوا. غنستعمل يديا بسم الله. دابا غنضيفوا الزبده، غنضيف معلقه في الاول، هي الاولى تنشوف، غنضيف شويه ديال السكر، ما نديروش كامل. بسم الله. غنبدا نعجن هاد العقده ديالي، غنخلطها مع الزبده والسكر والمسكه الحره والقرفه، وغنخلي الماء الزهر حتى الاخير. راه كما قلت لكم السكر تيبقى على حسب الذوق، بغيتوها حلوه بزاف حيت مازال غنديروا لها العسل. غنضيف المعلقه الثانيه ديال الزبده، جاتني ناشفه شويه، دونك دابا درت 80 غرام ديال الزبده كلها درتها، وغنزيد السكر حتى هو 80 غرام ديال السكر درنا حاليا دابا، ونعجنو غنخلطو. عاد نضيفو الماء زهر، خص العقده تكون رطبه
حيت مازال تتنشف تكون رخوه. دابا غنضيفو الماء ورد ديالنا، نديرو مع 2 معالق وغنعجنو. اللي بغات تضيف روح اللوز كتضيفو، اللي ما بغاتش كيبقى اختياري. حتى هكا كيجي الطعم ديالها رائع. غنزيد لها شويه ديال الزهر، تقريبا معلقه اخرى. هانتوما كما كتشوفوا غنتحكم فيها وفي نفس الوقت تكون رطبه. نزيد شويه مازال. بعد ما حضرنا العقده ديالنا ها هي كما كتشوفوا رطبه. دابا نبداو نشكلوا كويرات على حسب الحجم اللي بغينا. غنشكلوا كويرات صغار، انا غنديرهم صغار شويه، وغادي نحط المهم غادي نكملوا من نسالي وغادي نغطيوه بالسلوفان او بلاستيك ضروري باش ما تنشفش لينا العقده، وعاد نبداو نعمروا البريوات ديالنا ان شاء الله. ها هي العقده ديالنا كما قلت لكم، غطيتها بالسلوفان باش تبقى ليا رطبه باش ما تنشفش. خديت دابا صوبت واحد شويه ديال الدقيق مع الماء باش غنسد الورقه. خديت نص كيلو ديال الورقه، ها هي كما كتشوفوا كبيره. غادي نقطعها بهذه الطريقه هذه، بسم الله. طويتها ونقطع على 2. غادي نحتفظ بهذه حتى هي السلوفان، تنبغي نستعملها ديما. اي قطعه حيدناها كنديرها في السلوفان. وهذه غادي نقسمها على 3. هذه هذا النصف هذا نقسمو على 3 يكون قاد باش تجيني قاده. بسم الله. غادي نقسم هذه على 2 وغادي نحيد هاد الجوانب. صافي. دابا نهز الورقه ديالنا كما قلت لكم، اللي ما غنستعملوهاش غنديروها في السلوفان باش تبقى رطبه وما كتنشفش لينا. وغادي ناخذ هذه اللي غنستعملو، غناخذ العقده باش تشوفوها قريبه. كنديرها هنا في القد، كنقادها هكا باش تجي في الجوانب كاملين. كنورك عليها شويه وكنستمر هكذا. وكنديروا شويه ديال الدقيق باش تسد لينا الورقه، غير القليل ما نكثروش. ها هي بهذا الشكل هذا. وغنستمروا هكا حتى نساليو البروات ديالنا كاملين، وغندوزو ان شاء الله باش نقليوهم في درنا الزيت ديالنا تسخن. دابا غادي سخنات، غادي نقصوا عليها العافيه، ما غاديش نجهدوا عليها العافيه. وغادي نحطوا فيها البريوات ديالنا. وغنخليوه حتى يتحمر، وغنقلبوهم على الجهه الاخرى. وملي كنحمرهم كنغطسوهم في العسل. هما البريوات ديالنا بعد ما خداو هذا اللون هذا ذهبي خفيف، كنهزوهم كنغطسوهم في العسل مباشره.
نديرو البريوات ديالنا الاخرين. وكنستمروا. ها هما البريوات ديالنا بعد ما وجدناهم قليناهم في الزيت وغطسناهم في العسل. هذا الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم بهذه الطريقه. العقده كتجي لذيذه ورائعه في المذاق وما كتنشفش نهائيا. والا كنتو غتحتفظوا بهم مده طويله فكديروهم في بواط كتسدوه مزيان وكديروه في الكونجيلاتور. اما الا كانت المده قصيره فكتحطوه غير في الثلاجه باش كتحافظ الورقه على القرمشه ديالها. راه كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. الا عجبوكم ديروا لي لايك وما تنسوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.